استنى، انا عايز اقول لك كلمتين. عارف ايه اكتر حاجه في الدنيا ممكن تخليك اسعد بني ادم في الدنيا؟ انك تعرف ان ربنا مطلع على مجهودك، مطلع والله على اللي انت بتعمله. شايف كم العبث اللي احنا عايشين فيه ده؟ ربنا شايفك، شايف حجم المجهود اللي انت بتبذله، شايف حجم اخلاصك، شايف الحاجات اللي انت بتفكر فيها والاحمال اللي على كتفك، وان انت بتحلم بقرشين تربي عيالك وتعيش اهلك عيشه كريمه وتعمل حاجه كويسه. شايف كم الاوجاع اللي انت بتمر بيها وانت عمال تستحمل وتقول ربنا بيعيني. شايفك الصبح وانت بتقول يا فتاح يا عليم يا رزاق ريم على الصبح يا رب ارزقني. شايف حجم الحاجات الحرام اللي بتتعرض قدامك وانت من جواك عندك صوت جوه بيقول لك ما تزعلش ربنا منك. شايف قد ايه نفسك تساعد ناس وانت بيعدي عليك موقف عايز تدي البني ادم كل اللي معاك لمجرد بس انك تعمل حاجه كويسه ربنا يكرمك بيها. اوعى تفكر يا ابني ان ربنا مش شايفك، ربنا والله العظيم مطلع على كل حاجه في حياتك. واما يجي عليك وقت تحس ان انت مخنوق ومتضايق، بص لفوق، بص لفوق واعرف ان ربنا شايفك، حاسس بالانين والمشاعر اللي جواك. فاوعى يا ابني تخاف، اوعى يا ابني تبقى متضايق، اوعى يا ابني في يوم تحس ان انت مش محروم، ان انت محروم، ان انت موجوع. لا والله العظيم اللي معاه ربنا ده اقوى بني ادم في الدنيا، اللي معاه ربنا ده ما بيخافش، اللي معاه ربنا ده بيرمي حمول على ربنا ويقول له يا رب دير انت كل حاجه في حياتك. فيا ابني اوعى تكون متضايق وزعلان، وما تبقى متضايق وزعلان سلم امرك لربنا، قول له يا رب انا سلمت لك كل حاجه، سبت لك كل حاجه، سبت لك اوجاعي ومشاكلي وضغوطي، سبت لك العبث اللي في العالم ده كله، وانت يا رب دير. وانا متاكد يا رب ان انت تحسن التدبير. اوعى تتضايق، اوعى تتضايق، الفرج اللي انت نفسك فيه هيحصل، والجبر اللي انت بتجري عليه ربنا هيحققه لك، والناس اللي انت نفسك تبقى في حياتك ربنا هيجيبها لك، وحجم الاموال اللي انت بتتمناها هتجيلك لان ربنا مش هيبعد حاجه عن عبد عشمان ومشتاق في كرم ربنا. اوعى تزعل.